بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما، واجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من الصوامين القائمين القوامين المقبولين. بارك الله لنا ولكم في الصيام والقيام، وحشرنا وإياكم في زمرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا أريد أن أتطرق فيه معكم أيها السادة الكرام والسادة الفضليات إلى معنى أراه من أخطر ما يتعرض له الدين، ومن أخطر ما يصيب العبادات في حياة الناس. نحن نعلم بأن الله عز وجل عندما شرع العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدقات، أي عبادة من العبادات لها مضمون، لها هدف. الصلاة مثلا بينها الله عز وجل في كتابه عندما قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة مثلا قال فيها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في الحج عندما نذهب إلى الحج، الجانب كما قلت في حصة ماضية، الجانب الرباني التوحيدي، الجانب الإيماني الروحي، هذا موجود يعني وبارز وظاهر، والجانب الإنساني كذلك، العلاقة بين المسلمين ووحدة الأمة كذلك ظاهرة وبارزة وبائنة فيه. لكن قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا الصوم سبحان الله مدرسة كبيرة. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل حتى القتال الذي أخطأت فيه وذكرته في الحقيقة هو له مضمون وله مهمة كبيرة، هو الدفاع عن الدين والحياض عن قلاع وديار المسلمين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. كل عبادة في الإسلام مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلا هو مضمون، إلا ولها هدف تحققه. فنحن إذن عندما نصلي مثلا نسأل أنفسنا: هل صلاتنا هذه حققت الهدف الذي من أجله شرعه الله سبحانه وتعالى؟ كاين العلاقة ذيك الروحية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا باين معروف، صلتنا بين الله عز وجل. ولكن في الميدان الاجتماعي، في ميدان الحياة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، السؤال: إذا كنا نصلي ونحافظ على الصلوات الخمس، وربما نقوم الليل والنوافل، ثم لا قدر الله أو أعوذ بالله أنا فقط أفترض لا نرى أن المنكر يتوقف، ولا كما يقولوا نرى مصلين يمتنعون عن المنكر والفحشاء أو الفحشاء والمنكر، وربي قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معناها المعادلة الكيميائية إن صح التعبير، الكيمياء هذه والحسابية، خلينا نقول الحسابية، 1 زائد 1 يساوي 2. يعني بمعنى آخر، لو أقمنا الصلاة حق الإقامة لنهتنا الصلاة عن الفحشاء والمنكر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن فلان يفعل كذا وكذا وكذا من المعاصي. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيصلي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: دعه ستنهاه صلاته. هذا أمر خطير جدا، وأمر يجب أن ننتبه إليه. إذا كنا حقيقة نقيم الصلاة ونحافظ على الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، ونداوم عليها، والذين هم على صلاتهم دائمون. المداومة على الصلاة، المحافظة على الصلاة، الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نقيم صلاة بهذا المعنى: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نحافظ عليها في وقتها بخشوعها بأركانها بركوعها بسجودها بأهدافها، لا شك، بلا شك، لأن هذه اسمحوا لي نقولها بالدارجة، هذه أوردونونس، هذه وصفة ربانية، هذا دواء رباني. ربي عز وجل هو الذي قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لمن صلى هذه الصلاة. لكن عندما تفرغ الصلاة من مضمونها، عندما تفرغ الصلاة من مضمونها، تفرغ من هذه الروح، من هذه الأهداف، ماذا تصبح الصلاة؟ تصبح الصلاة عبارة على حركات
نسجد ونركع كذا ونوض وكذا، لكن القلب ساهن، والعقل غافل، والجسم ربما كما يقول لك ليس حاضرا، والنتيجة بعد ذلك لا شيء، لا شيء. فينتشر والعياذ بالله المنكر ويقل المعروف، ينتشر الخير ويقل الشر ويقل الخير، وهكذا. وهذا لا يريده الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا أفرغنا الصلاة من مضمونها، جعلنا من الصلاة حركات فقط، حركات، نركع نسجد وكذا، هذا طيب، حركات ماذا تغني؟ يعني الجسم، هذا الجسم الذي أجسامنا حية الآن ونتكلم ونعي، لماذا؟ لأنه فيها روح. إذا خرجت هذه الروح من الجسم يموت، وبعد ذلك افعل به ما تشاء. نحن فقط يعني كما يقولوا ندفن هذه الأجسام إكراما لها، كما أمر الله سبحانه وتعالى إكرام الميت دفنه، وإلا فالجسم كما يقولوا لا معنى له. القضية قضية نفس، القضية قضية روح. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فلاحظوا عندما أيها الإخوة الكرام وسامحوني، يعني عندما أصبحت ربما صلاتنا مجرد حركات، مجرد مظهر، وخلت من هذه الروح وخلت من هذه الأهداف وهذه الغايات النبيلة التي من أجلها شرعها الله عز وجل، صلاتنا فرغت من مضمونها، وهذا أمر خطير. وعندما تفرغ الصلاة من مضمونها كما قلت يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قليل. والآن شوفوا المجتمع مثلا، يعني خلينا نسأله سؤال، يعني كم منا الآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ كم منا الآن يعني هذه العبادة الطيبة الكريمة التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى الأمة خير أمة للناس، كما يقولوا يزاول هذه العبادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا لا؟ ولذلك لماذا؟ لأن صلاتنا لم تصبح تلك الصلاة التي شرعها الله عز وجل كما قلت بخشوعها وبأركانها، حتى لا أعيد. الأمر الثاني مثلا نتكلم عن رمضان في الصيام. عندما أفرغنا الصيام من مضمونه، الصيام سبحان الله، ربي لما قال لعلكم تتقون، الله سبحانه وتعالى خبير وحكيم وعليم، ويعلم يقينا سبحانه وتعالى بأن هذا الإنسان، هذا الصائم، إن صام إيمانا واحتسابا كما أمر النبي عليه السلام وكما أخبر النبي عليه السلام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لو نصوم حق الصيام هكذا، الصيام الحقيقي، صيام الروح، صيام النفس، صيام العقل، صيام الجوارح، بالجوارح كل اللسان والعين والشم والأكل والبطن والفرج، عندما نصوم هذا الصيام الحقيقي لا شك أننا نخرج بعد ذلك متقين بإذن الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل نخرج من رمضان أحسن مما كنا قبل رمضان. مستحيل نصوم الصيام الحقيقي والواحد فينا يخرج مثلا أسوأ مما كان عليه قبل رمضان، مستحيل، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن ربي قال لعلكم تتقون. فعندما أفرغنا الصيام من مضمونه، وش أصبح الصيام؟ أصبح الصيام كسلا في حياة كثير من الصائمين، أصبح الصيام نوما بالنهار وسهرا بالليل، ويا ليته كان سهرا في العبادات وفي التراويح وفي الصلوات وفي الذكر. رأينا كيف أن المقاهي تبيت ملأى بمرتاديها، وربما كما يقول أكثر من المساجد للأسف الشديد، ونكون معكم صريح. رأينا كيف أن الناس تقبل على المسلسلات والتلفزيون وسراق رمضان كما يسمون، والأسواق وتضييع الوقت والتفاهات والفوازير سبحان الله في رمضان باسم رمضان. لماذا؟ لأننا كثير منا، اسمحوا لي، أو ربما أو بعضنا لم يعرف حقيقة رمضان، لم يدرك حقيقة رمضان، لم يطلع على مضمون رمضان. ما المقصود من رمضان؟ لماذا أصوم؟ لماذا أجوع؟ لماذا أصلي؟ لماذا أصلي التراويح؟ لماذا أصلي التهجد؟ لماذا كل هذا من أجل أن أكون تقيا، أن أصبح تقيا. وزيد على ذلك، شوف مثلا الزكاة عندما تفرغ يعني راح نختصر، عندما تفرغ الزكاة من مضمونها ربما تولي رياء والعياذ بالله. شوفوا الحج ولا رحلة، يولي رحلة، يولي سياحة، الناس يروحوا يدوروا كذا ويحجوا، يجيب هذاك التيتر تاع الحاج إن صح التعبير، وكاين الناس كما تقولوش الحاج يزعف عليك وكذا، كيفاش ما تقوليش حاج، لأنه لم يعرف حقيقة الحج، والآخر لم يعرف حقيقة الزكاة، وهذا لم يصم حق الصيام، والآخر لم يصم حق الصلاة.
أخطر ما يصيب الدين هو إفراغه من مضمونه، أخطر ما يصيب العبادات هي إفراغه من مضمونها. لا تفرغ العبادات من مضمونها. وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.